عالم 2026 مستمر في تحقيق المفاجآت. المغرب بتحرج البرازيل وبتفرض التعادل، وقطر بتكسب نقطة ثمينة جدا من سويسرا، واسكتلندا بتحقق البداية المثالية، واستراليا بتوجه رسالة قوية. وفي الحلقة دي هنعرف ايه ابرز الحاجات اللي حصلت في الاربع ماتشات دول. ونبدأ بماتش البرازيل والمغرب واللي انتهى بنتيجة 1-1. والحقيقة المغرب فاجئنا كلنا ونزل الماتش مش خايف وبيهاجم، وبالفعل في الدقيقة 21 قدر سايباري يسجل الأول للمغرب، ولكن بمهارة فردية فينيسيوس جونيور يسجل التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32. الشوط الأول كان مليان حماس وفرص خطيرة وهجمات، بس الشوط الثاني كان عكس كده تماما. تحس كده إن الفريقين تعبوا ورضيوا بالتعادل. منتخب المغرب قدم أداء كبير وكان ممكن يكسب البرازيل، بس البرازيل عندها مشاكل كتيرة وما ظهرتش بالشكل المطلوب، ولو عايزين يعملوا حاجة فعلا النسخة دي فلازم يصلحوا مشاكل اللي عندهم. ونخش على الماتش الثاني واللي كان بين قطر وسويسرا وانتهى بالتعادل 1-1. ومن البداية كان التفوق السويسري باين جدا، وفي الدقيقة 17 ومن ضربة جزاء مثيرة للجدل يسجل امبولو الأول لسويسرا. وباقي الماتش سويسرا كانت مسيطرة، ولكن كان فيه استهتار غريب جدا، وفي الدقيقة 95 يسجل خوخي بوعلام هدف التعادل القاتل لمنتخب قطر. ولكن لولا الحارس محمود ابو ندى اللي قدر يعمل 5 تصديات مهمين جدا ما كانش ده اكيد هيحصل. منتخب سويسرا كان المكسب في ايده، بس هو ضيع فرص كتيره جدا، ولو عايز فعلا يوصل بعيد للبطوله لازم لعيبته يستغلوا فرص بشكل احسن من كده بكتير. اما المنتخب القطري فالتعادل ده هيعزز جدا من فرص تاهلهم للدور الثاني. ونخش على الماتش الثالث واللي كان بين اسكتلندا وهايتي، وانتهى بفوز اسكتلندا 1-0، وده كان اول فوز اوروبي في البطوله. وباقي الماتش اسكتلندا كانت برضو بتعمل هجمات وفرص خطيره، بس كان في برضو تضييع فرص كتير. وفي اخر ربع ساعه لعيبه هايتي فاقت وعملوا فرص خطيره وكانوا قريبين من التعادل، بس ده ما حصلش. وبعد الفوز الصعب لاسكتلندا بقى عندهم فرصه كويسه جدا ان هم يعدوا دور المجموعات. ونخش على الماتش الاخير واللي كان بين استراليا وتركيا، واللي انتهى بفوز استراليا 2-0 في مفاجاه كبيره. وتركيا هي اللي كانت بتهاجم وبتعمل فرص، بس في الدقيقه 27 ومن هجمه مرتده يسجل ارانكوندا الاول لاستراليا. وتركيا حاولت تتعادل كتير بس ما قدرتش، وكان في تضييع فرص غريب عشان في الدقيقة 75 يسجل متكلفي الهدف الثاني لأستراليا. وبعد الماتش نقدر نقول ان تركيا لو كانت استغلت 30% بس من الفرص اللي جات لها كان زمانها كسبانة بسهولة. اما منتخب استراليا ففاجئني الصراحة، وشكلهم كده ناويين يعملوا مفاجأة النسخة دي. وتركيا لو كملوا بالأداء الغريب ده ما توقعش حتى ان هم يعدوا دور المجموعات. وبس ده كان كلامنا عن ماتشات اليوم الثالث من كاس العالم 2026. لو عجبتكم الحلقه اضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا حلقاتنا اول باول، وسلام.